يا صباح الفل، يوم جديد كده نفتح الشبابيك وهنبتدي ننظف. انا بحب انظف في الاول وابتدي اليوم ان انا المع الازاز، المع الحاجات اللي على البتاع. انا بلمع النحاس على فكره بالجلانس، بلمع كل حاجه بالجلانس تقريبا، يعني هو الجوكر معايا. برش كده وابتدي النافوره وكل الحاجات دي بلمعها بالجلانس، وامسك بقى فوطه فوطه وامسح كل الحاجات دي. ممكن ما تبانش قوي علشان انا ماسكه الموبايل وانا بصور الحاجه. وكمان برش على الشجر الصناعي عندي جلانس برضو واغسله، لان انا جربته قبل كده اغسله تحت الشاور وكان بهدلة السنين، يعني ما مش قادره خالص، يعني بهدله بهدله يعني. فبقيت اعمله بالجلانس وامسحه بفوطه كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا بتحكم فيه اكتر لما مبقاش بصور، بمسكها ورقه ورقه كده وماشي عليها بالفوطه، بيشيل التراب من عليها. وطبعا يعني ان انتوا ما تركنوش الحاجه، مش هتخلي فيه تراب يكوم عليها، فبالتالي هيبقى تنظيفها اسهل. الباب المصفح برضو، او اللي هو الباب اللي هو بيبقى حديد ده، احسن حاجه تنضفوا بيها الجلانس. تمام. انا ما كنتش بجيب ملمع اخشاب قوي، لان انا بعمل خلطه كده للاخشاب تبقى فيها نقطة كده من اي زيت عندي وابتدي ان انا المع بيه الخشب. ببتدي بقى دي الرفوف كلها المع الخشب بتاعها، الشفاطات، الستانلس ستيل، اي حاجة اقوم ممشيها. بلمع الاول كل البيت عشان اي تراب يبقى موجود ينزل على الارض، يعني اي تراب خلاص موجود وانا بلمعه الترابيزات وكده ينزل على الارض، وبعد كده بلمع بقى الارض. انا هنا في البيبان بمشي كده فوطه منديه ومعصوره قوي، وبعدين بمشي نقطه زيت على الباب، زيت فواح، اي زيت بقى، زيت نعناع، زيت ورد، يدي ريحه في الباب كله. تمام. وكمان ما بنساش التكييفات يا جماعه بتلم تراب جدا من فوق ومن تحت وكده، بقعد انضفها كويس. ببتدي بقى دلوقتي ان انا اكنس الارض قبل ما نمسح، بكنس الارض بالمكنسه بتاعتي كلها، مكان التراب اللي نازل، مكان شعر، مكان اي حاجه، بتسهل علينا جدا، بحيث بعد كده المساحه وهي بتكنس ما تعملش طينه، يعني الميه مع التراب ما تعملش طينه، يكون شفطنا التراب كله من الارض. تمام. نمشي بقى كده بالمكنسه واحده واحده. وطبعا بقى لو يعني لو عندكم بقى طولة بال وكده، ابقوا غيروا الدراع بتاع المكنسه ده، ركبوه الفرشه عشان تعملوا الوزره. انا بعمل الوزره بطريقه تانية هبقول لكم عليها. وانا بمسح بقلب المساحه واحط الفوطه من فوق باستك كده، وارش على الفوطه جلانس، وابتدي ان انا امشي على الوزره كده من غير ما اوطي. تمام. دخلنا بقى على السجاجيد بتاعه البيت. انا هنا بوريكم الدنيا او الروتين بعمل ازاي. ده على فكره مش تنظيف عميق يا جماعه، ده روقاني، يعني كل يوم بعد يوم بروق كده في البيت، عشان انا البيت بتاعي على الشارع وبيلم تراب كتير جدا، وانا مجرد ما اشوف التراب بحس ان البيت مش نظيف كله. فده يوم بعد يوم انا بعمل كده، بلمع الحاجه كده، باخد البيت كله كده تلميع على الواقف. ممكن التكييفات كل اسبوع، ممكن المرايات كل اسبوع، لكن الازاز او الترابيزات يوم بعد يوم. واكنس الارض بالمكنسه، وبعدين بعد ما اكنسها كلها، بعد ما الكنسه كلها ببتدي ان انا امسح. بدخل بقى ابتدي اشيل الكراسي واشيل كل حاجه. طبعا مش كل حاجه تبقى واضحه عشان انا ما بصورش، ده جوتشي حضرته مستنيني، مهما كنس ما بيتحركش من مكانه، هو اصلا بيخاف من المكنسه، فعادي في الاخر بحركه وبكنس تحتيه. نشيل الكراسي، نظبط الدنيا. ببتدي ان انا المطبخ برضو والحمام على فكرة بكنسهم الاول بالمكنسة، بشفط كل التراب اللي فيهم بالمكنسة. تمام. بجهز ايه بقى. خلصنا بقى كنس البيت كله، طبعا بنكنس من تحت من فوق من كل حاجه، البلكونات وكل حاجه دي كنستها. تمام. وهبتدي بقى ان انا امسح. انا بمسح ازاي؟ لا اما بملى الجردل بتاعي، لا اما بملى جاك كده، ده عاملاه للمسح، واملاه كلوركس جل واخففه بالميه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وابتدي ان انا افرده في الارض، يعني ارشه في كل حته كده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. تمام. انا هنا بملاه ميه كلوركس جل، بيطهر بينعش كده البيت وبيشيل البقع، وابتدي ان انا ارشه في الدنيا. وعندي بقى المساحه اللهلوبه بتاعت مدينتي دي. تمام. المساحه دي فيها جزء كده مقشه وجزء مساحه. ببتدي ان انا افرك الارض بالكلوركس، بيشيل اي بقعه موجوده في الارض. ببتدي ان انا افركها بالجزء ده، وبعدين اشد بالجزء ده زي ما انتوا شايفين كده، اشد بقى كله على الحمام. تمام. ممكن ساعات بقى بعمل ايه، لو الارض حاساها مش محتاجه بقع قوي، ابتدي ان انا ارش بس كده وامسح بالموب وخلاص كده. طيب انا هنا بقى هعمل ايه. انا هبتدي ان انا بعد ما انا خلصت
كل ده هلمع بقى الستانلس بتاع الحمام. انا بستخدم رينول لتلميع الستانلس في كل حاجه، وساعات بجيب استونش بس هو بقى غالي جدا، فانا بقيت استخدم رينول لتلميع الستانلس. بس لازم يتعمل صح، لازم نرشه ونسيبه فتره 15 دقيقه كده، وبعدين نبتدي ان احنا نشطفه كويس جدا، لانه يا جماعه هو يعني بيعمل رغوه كده كتير، فلازم يتشطف كويس قوي. تمام، فاستخدموه صح عشان تاخدوا منه نتيجة حلوة تشوفوها. بس هتلاحظوا بعد كده ان الستانلس اختلف معاكم. بصوا بيستخدموه على الحنفيات، على كل حاجة فيها ستانلس في البيت. تمام، ساعات بعمله كمان على الشفاط الستانلس اللي شفتوه في الاول، بس عشان شطفه بيبقى صعب عليا ما بعملهوش. هنبتدي بقى نطبخ وندخل بقى في الاكل وكده. انا طبعا قبل ما اطبخ ولا قبل ما اعمل اي حاجه بحب ان انا اشطب الحوض زي ما انتوا هتشوفوا. انا بحب اشطب الحوض خالص، وابتدي على نظافه في المطبخ، اروق المطبخ، اروق الكاونترز، اروق البوتاجاز، اروق كل حاجه، وابتدي على نظافه. بس النهارده انا مش هعمل حاجات كتير. انا كنت عامله عجينه بيتزا قبل كده، هطلعها او طلعتها تفك، وهبتدي ان انا اعمل بس التوبنج بتاعها. بس برضو انا قبل ما اشتغل في اي حاجه اروق الدنيا، علشان نفسي ما تتسدش على الحاجه وانا جاي اعملها. اهو خلصنا وتشطيب وكل حاجه. على فكره دي ليفه بتاعت ايكيا، انا بحبها في الغسيل، مع ان في ناس كتير ما بتحبهاش، بس هي بتشيل رغوه كتيره جدا، او بترغي كويس قوي معايا. تمام، فانا يعني برشحها يعني للناس. المهم دلوقتي احنا خلصنا خلاص، بروق المطبخ وابتدي. انا طبعا بفطر اي حاجه، والاولاد في المدارس او كده، فمش بيفرق معايا الفطار قوي وانا شغاله بفطر. بس اهم حاجه عندي كوبايه القهوه، وهنشوفها دلوقتي. فبعدين انا شطبت بقى هنا خلاص، كله خلصناه كده. ندخل بقى على الغداء، وروقت الحوض ونضفته. جربوا ان انتوا تروقوا مطبخكم قبل ما تبتدوا فيه. بتقولوا كده كده هيتوسخ، ده كده كده هيتبهدل، جربوها مش هتخسروا حاجه. تمام، ان انتوا تروقوا المطبخ كده وتبتدوا على نظافه من الاول. صدقوني كده الفايبس نفسكم هتتفتح على المطبخ، او هتتعبوا شويه نفسكم هتتفتح على المطبخ، ومش هتلاقوا في اخر الاكله ان انت جمعتي مواعين كتير، يعني على دوب قد مواعين الاكله بالظبط. تمام، طيب دي حاجات على فكره الصبح اللي هي بتاعه اللانش بوكس وكده. انا قبل ما انام دايما بروق الحوض، يعني قبل ما انام دايما بروق الحوض. فدي حاجات لانش بوكس انا بحضره، بدخل اريح شويه، واقوم بقى ايه اشتغل في البيت، اشوف انا هعمل ايه زي ما بعمل دلوقتي. تمام، اروق كده حوالين الحوض، انضفه كويس، وابتدي ان انا انشف حواليه، وابتدي ان انا بقى اشوف ورايا ايه زي ما هنشوف. طبعا في الموقف ده ببقى بين نارين، ابتدي الغدا ولا اروق على نفسي واشرب قهوتي الاول وبعدين ابتدي افوق. انا برضو من الصبح شغاله، يعني ظبطت الدنيا ولمعت ونضفت يعني القرار بيبقى صعب. عايزه انجز قبل ما الناس تيجي من المدرسه، وعايزه في نفس الوقت اهدى كده قبل برضو ما يجوا من المدرسه. فالمهم قررت ايه بقى؟ قررت ان انا اولع المعطر بتاعي او اللي هو الاير هيوميديفاير بتاعي، واحط له زيت كده نعناع كده، واهدى شويه معاه كده، يديني سميل حلوه، احس بنظافه البيت. تمام، واهدى شويه كده جنبه في الاضاءه بتاعته الجميله دي. انا بحب الاضاءه، بصوا طفت لكم النوم، انا بحب الاضاءه بتاعته، بشغلها بالليل وانا نايمه. بس لما بشغله بالليل ساعات بتخنق، فما بكترهوش يعني. تمام، بس ساعات بسيب الاضاءه بس شغاله. وهبتدي ان انا اعمل بقى البيتزا. فردت عجينه البيتزا، وادي صلصه البيتزا دي صلصه جاهزه بجيبها من السوبر ماركت العاديه جدا، صلصه اللي هي الدره او دوره حاجه كده، هي DURRA. فهي بقى هي تقريبا بتتنطق ضره، بس هي حلوه، بتديني التيست بتاع الصلصه احلى من صلصه هاينز. تمام، طماطم مقطعه، وهبتدي ان انا احط بقى الجبنه دي. جبنه رومي انا يعني دي الاول جبنه كيري بحطها، بقطعها كده سكويرز صغيره. انا التوبنج هنا هعمله جبن، ما بيحبوش اللحوم، ما بيحبوش قوي، مع اني هحط في الاخر برجر زي ما هتشوفوا. بس لقيت 2 برجر كده معايا باقيين في الفريزر، فقلت ان انا اشغلهم في الموضوع، واللي ما يحبوش يبقى يشيلوا من البيتزا معانا. وابتدينا احط دي جبنه رومي. انا بصوا عارفين الجبنه الرومي لما مثلا تبقى عندكم في التلاجة وتبتدي تنشف كده او ما تحبوهاش، انا باخدها اضربها في الكبه واستخدمها كجبنه رومي مبشوره. تمام،
بس يعني ساعات كنت مسافره وبرجع الاقيها ايه ابتدت تنشف شويه كده، وبتطلع جبنه رومي مبشوره زي الفل. وابتديت ان انا ايه احط بقى البرجر بتاعي. ده برجر مجمد عادي من اللي هو الحاجات العاديه. وبسيباه بقى انا بحب ان انا اضغط على الحاجه او اضغط على المكونات على البيتزا عشان تدخل جوه العجينه. على فكره يا جماعه العجينه دي انا لما باجي اعجنها بحط مع العجينه جبنه موتزاريلا. يعني انا وانا بعجن العجينه بحط فيها جبنه موتزاريلا بحيث ان العجينه نفسها تشد، العجينه ذات نفسها تشد. فاهمين انا اقصد ايه؟ تمام. وبعدين هبتدي بقى ان انا احط طبعا الغدا لذيذ. يعني بصوا هو مفيش حاجه ما بتاخدش مجهود، هو بياخد مجهود بس يعني لذيذ وخفيف، ما فيهوش بقى حلل، ما فيهوش صواني. وفي نفس الوقت هما بيتبسطوا قوي لما يرجعوا من المدرسه يلاقوا ايه بيتزا، يعني اللي هو لا ده يعني بتبقى حاجه فن كده في اليوم. وفي نفس الوقت ان انت تعملي عجينه البيتزا وتجهزيها عندك في الفريزر من قبلها بتسهل عليكي الموضوع. فانت جربي ان انت تجيبي كيلو دقيق، كيلو دقيق هيعملك 3 عجاين بيتزا كبار او 4 متوسطين، ويبقى عندك في الفريزر في يوم دوشه زي ده او تعبتي طلعيها وافردي عليها اي توبنجز عندك. عندي هنا صوص الرانش كمان بعد ما بحط الجبن، صوص الرانش وبديها عليه وبكون مسخنه فرن وادخلها له. خلاص بقى هدينا، نقوم عاملين بقى ايه الكافي بتاعتنا. ببتدي اعمل النهارده، قررت ان انا اعمل كابتشينو. تمام. فانا بستخدم مصر كافيه. والفرنش بريس دي يا جماعه حكايه للناس اللي بتحب الكابتشينو والرغوه ومش عارفه تجيب ايه. انا بدفي الاول اللبن في الميكرويف، بحطه في المج كده ودفيه في الميكرويف، وبعدين احط النسكافيه، احط السكر واسيبه على جنب، وابتدي ان انا اعمل بالفرنش بريس في اللبن عشان اعمل له الرغوه. بصوا بقى بضغط 3 ضغطات صغيرين وبعدين 30 ضغطه بسرعه. بصوا انتوا يعني الرغوه بتاعت الفرنش بريس، انا قبل كده عندي جهاز الكابتشينو وباظ مني وصلحته كتير وكانت ماركه فيجر فرنساوي، وده اللي دلوقتي بعتمده. بصوا الرغوه بتاعته قد ايه، يعني قصه. والمج نفسه كيوت. فالحق كده اهدى قبل ما التتار يجي ويبتدي الغدا، يعني في بقى هدوء وكده. المهم طبعا بقى انا البوتاجاز ده بقى انا لما ده خلص والدنيا خلصت وابتدينا على العصاري كده لمعت بقى البوتاجاز شويه. انا احسن حاجه بلمع بيها البوتاجاز وهو الحوامل وهي عليه، ببقى متمكنه اكتر في الحوامل. تمام. فاللي خلاص الدنيا خلصت بقى بلاقي مكان مثلا فطار، مكان ما عملنا الاومليت في حبه زيت كده، فيعني ما جاتش عليه مش متبهدل قوي، بس يعني نروقه برضو بما ان البيت رايق والدنيا رايقه وفايقه، فيعني ما جاتش عليه يعني نديله ايه من الحب جانب كده. طيب انا مؤخرا يعني بقالي فتره كبيره ما بعتمدش مع الدهون اللي على البوتاجاز او مع تنظيف البوتاجاز غير سائل المواعين بس، سائل الاطباق، صابون بس. لان انا اي مذيبات استخدمتها بتطفيلي البوتاجاز وما بعرفش ان انا اشطفها 100%. مهما حاولت بعرفش انها تتشطف 100%. فانا ما بستخدمش مذيبات دهون غير في العيون من جوه، وبمنديل كده اشيل الدهون العيون من جوه. تمام. طيب وبالنسبه للبقع شديده ببتدي ان انا احط لها خل وبيكربوناته على بعض وميه دافيه وافركها كده فركه بسيطه بتطلع معايا بمنتهى السهوله. طيب ايه احسن حاجه بلم بيها الصابون، وده طبعا كان حاجه بتقرفني برضو، هي الفوط المايكرو فايبر شطفتين والم بيهم الصابون اللي على البوتاجاز كله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. يعني بتخلي البوتاجاز الصابون بيبقى سهل عليه انه يتشال، في نفس الوقت بتلمع البوتاجاز. وبعد كده بنشف بمنديل او يعني منديل ورق بسيط او فوطه ناشفه ايا كان بقى زي ما بتحبوا. بغسل طبعا العيون كل حاجه ورجعت كل حاجه مكانها. طيب بعد بقى اليوم خلاص طويل كده عريض طويل مختصرها لكم في 17 دقيقه، قررت بقى ان انا اعمل قهوه تاني وهي القهوه الفرنساوي. بس المرة دي بقى نعملها على ايه بقى، على المزاج. وقولوا لي انتوا بمزاج زيي ولا لا لما هتشوفوا المنظر دلوقتي. ايه السبرتاية؟ مين فينا ما بيحبش يشوف السبرتاية كشكل؟ انا بقى بحبها تبقى عندي حاجة اساسية في البيت، عندي من زمان بستغناش عنها. لما اهدى كده واحس ان انا محتاجه هدوء احب اقعد على السبرتايه. يعني حتى انا ادي الكنكه اهو
وبعدين هبتدي ان انا لقمت فيها بقى كل حاجه، بس هعمل لها انا هنا بلقمها. هعملها قهوه فرنساوي، سكر ومعلقه بن، وهزود لبن. تمام. انا بحب القهوه الفرنساوي جدا، وبحب القهوه التركي، بحب كل انواع القهوه. الايس كافي الوحيده اللي ما بقتنعش بيها، مع اني احيانا ممكن اشربها كده يعني كده، بس ما بقتنعش بيها خالص. يعني قهوه يعني قهوه سخنه. وابتدي بقى السبرتايه بقى تاخد وتدي بقى مع قهوتي اللذيذه في الاخر العصاري. طبعا ان حد يقول لي قومي اعملي هاتيلي انا جعان، اما فيش، ما حدش بقى يكلمني من هنا لاخر يعني لتاني يوم الصبح. اوكي، يعني بعد اليوم ده ما حدش كلمني تاني يوم الصبح. يعني انا اصلا ما نضفتش تنظيف عميق واتهديت. يعني الناس بقى اللي بتجيب الجبسون بورد، والناس بقى اللي معرفش ايه، يعني انتوا ربنا معاكم. ف... يعني خلاص كده انا بقى مستنيه قهوتي، ومستنيه اقعد على السرير كده بتاعي اتفرج على حبه مسلسل تركي من المسلسلات الطويله اللي بيعدوا في نفسهم دول. خلاص انا دي لحظه حياتي اللي انا بتمناها من اليوم كله، فمحدش يزعجني فيها. فيعني القهوه خلاص، هي السبرتايه بتاخد وقت شويه يا جماعه، بتشل شويه بس. طلع القهوه جميله ومزاج. دي قهوتي، وده كان اليوم اللطيف اللي قضيته النهارده. قولوا لي بقى انتوا بتستخدموا ايه في اليوم بتاعكم؟ على فكره دي انا كان ابني بيعمل توست يعني ماشي بعد الغدا، فانا قلت له اعمل انت، فقلت اوريكم التوست بتاع وندر دريم ده بدل النوتيلا المقطعه، علشان يعني لو حابين تعرفوه التوست هو الحلو، هو الطعم التاني احلى بصراحه، بس ده الميزه فيه ان حاطين فيه البندق باين قوي، وانا حبيت قوي ان النوتس تبقى باينه جواه، فحبيت اوريه لكم يعني. بس يا جماعه ده كان يومي الروتيني اللذيذ. استنوا، او يعني استنوني بقى فيديوهات تانية، او شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، اسالوني على اي حاجه هرد عليكم فيها. وما تنسوش استنوا، ما تقفلوش غير ما تشوفوا القهوه شكلها عامل ازاي بعد اذنكم يعني عشان هتعجبكم قوي يعني. تمام. ومعلش طولت عليكم، بس حاولت اختصر لكم على قد ما اقدر، وبحب ادردش معاكم. وما تنسوش بقى تقولوا لي انتوا بتقضوا يومكم ازاي، ايه الفصلان او ايه وقت الفصلان اللي بتفصلوه بتعملوا فيه ايه. يعني بتعملوا فيه كوبايه شاي، بتقعدوا. طبعا انا بقى الراديو ده بتاعي مع القهوه دي، الراديو بتاعي ده حكايه بقى لوحده. يعني هاتوا لكم راديو، انا بحب بتاعه الراديو دي، عارفين اللي هو ممكن اشغلها على الموبايل عادي، بس انا بحب اللي هو بتاع الراديو ده، بيحسسني كده بايام زمان وايام الهدوء كده. انا بحب ده، وبحب الناس اللي وهي بتتكلم مع بعض والمذيعين وكده، بحب الفايبس اللي بيديها الراديو معايا في كوبايه القهوه كده وقت ايه انتهاء اليوم. بس ده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو تاني وروتين يوم جديد. متنسوش السبسكرايب واللايك. باي باي.